السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم اخوكم اسلام ابو عجم. جعفر دلوقتي بعد ما شاف الفيديو الاولاني ونزل متحمس انه يروح الجيم، بدل ما يروح يدفع فلوس كتير في جيم اي كلام، قرر انه يشوف فيديو يقول له ايه الحاجات اللي المفروض تكون موجوده جوه الجيم، اللي من الاخر اقل الامكانيات المفروض تكون موجوده في اي جيم، واللي من غيرها ما ينفعش يتقال على الجيم ده جيم اصلا، بحيث ان الموضوع يكون ماني فور فاليو بقدر الامكان. مبدئيا كده اول ما تروح الجيم هتلاقي قدامك البنشات اللي بتكون بالشكل ده، اتاكد ان يكون في عدد كافي منها، على الاقل خالص 4 أو 5 علشان وقت الزحمه تعرف تتمرن، لان جزء كبير من تمارينك هيكون عليهم، زي مثلا تمارين الصدر كلها والكتف. وتاكد ان هم لازم يكونوا ادجستبل، يعني الظهر بتاعهم والكرسي بتعرف تحركهم في زوايا مختلفه. وطبعا لازم تتاكد ان جهاز الفراشه موجود، وتاكد ان كل الاجهزه دي موجوده، لان زي ما قلت دول اساس تمارين الصدر والكتف. بعد كده بص على اجهزه البنش بريس، اللي هو الجهاز اللي بيبقى فيه البار، وتاكد برضو ان يكون في على الاقل 2 منه ويكونوا ادجستبل، يعني برضو بتعرف تحرك الظهر بتاعه. وبعد كده بص بقى على جهاز السحب العالي الواسع، ده لا يخلو اي جيم منه. وبص على اخوه السحب الارضي. وبعد كده بص على الكابلات، ومين جهاز الكابلات ده المفروض يكون موجود اتليست 2 بيرز منه، يعني 4 كابلات في جهازين، لان دايما بيكون الجهاز ده زحمه وعليه مليونيه، وانت ساعات كتير بتحتاج تستعمل الجهاز كامل لوحدك، يعني تستعمل الكابلين مع بعض، زي مثلا في تمرين زي تمرين الكيبل كروس وانت بتمرن الشيست بتاعك. نخش بقى على الرجلين، لازم وحتما يكون عندك جهاز ليك اكستنشن وكيرلز، وجهاز الليج كيرلز موجود منه جهازين، السيتد ليج كيرلز والبرو ليج كيرلز. جهاز السيتد ليج كيرلز موجود من فتره، ومثبت علميا انه اقوى بكتير من جهاز الليج كيرلز الثاني، لانه بيمرن العضله في اللينثنت بوزيشن، فالمفروض يكون موجود حتى لو الجيم بتاعك مش كبير يعني. وطبعا لازم يكون موجود جهاز الليج بريس والراك بتاع السكوات. في ناس كتير بتقولك ان جهاز الراك سكوات ده اللي بيكون ليه دراعين مش مهم يكون موجود في الجيم بتاعك، بس ما تسمع لهمش، انت من حقك تتمرن وانت حاسس بالامان. وطبعا لازم يكون في جهاز سمانه موجود، سواء بالشكل ده او الشكل ده. واجهزه الكور طبعا لازم تكون موجوده، زي مثلا جهاز الباك اكستنشن او جهاز المتوازي. دي كده المينيمم ريكويرمنتس للاجهزه اللي المفروض تكون موجوده في الجيم بتاعك. احنا كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما دخلناش على حاجه تقيله خالص. نخش بقى على الاوزان الحره. اتاكد ان يكون موجود عدد طارات كافي، بدايه من 2.5 كيلو لحد 20 كيلو على الاقل. وتأكد ان من كل وزن من دول موجود عدد طارات مناسب، يعني مثلا 5 أو 6 أجواز من كل طارة على الأقل. وبرضه نفس القصة في الدنابل، اتأكد ان هم يكونوا موجودين من 2 كيلو ل 40 كيلو على الأقل. والفرق ما بين الدمبل والتاني في الوزن ما يكونش فرق كبير، ما يكونش مثلا 5 كيلو، ما انتش هالك علشان تزود 5 كيلو في كسرة الوزن بتاعتك. وبرضه لازم يكون في أشكال مختلفة ومقاسات مختلفة من البارات، يعني مثلا بار أولمبي أو بار صغير، بار زجزاج، بار حرف يو. لازم الحاجات دي كلها تكون موجودة، ويكون في منها عدد كافي علشان وقت الزحمة تعرف تتمرن. وطبعا اتأكد ان المكان يكون مكيف والتهوية فيه كويسة جدا، لان مش هتطيق نفسك من الحر ولا من الروائح الجميلة في الصيف ولا الشتاء وحياتك. ودي اقل الامكانيات المفروض تلاقيها في اي جيم. وعلى فكرة جيم بالامكانيات دي سعره مش هيكون غالي قوي، ماكسيمم 600 جنيه ده لو انت كارمه في الشهر يعني. ولو انت قابلت جيم ناقصه حاجة من الحاجات دي قول له سلام عليكم، ما تخشوش، ده ما يستاهلش انه يتقال عليه جيم. بعد ما ربنا كرمك بقى ولقيت الجيم بتاعك اخيرا ونزلت واشتركت فيه، هتعمل بقى ايه اول يوم؟ غالبا لو انت دورت قبل كده او سالت اي حد هيقولوا لك طبعا ابدا بالجنرال، هذا ما وجدنا عليه اباؤنا واجدادنا. الجنرال ببساطه هو ان انت تمرن كل عضلات جسمك في نفس اليوم، كل عضله مثلا هتاخد تمرينتين، وتكرر نفس التمرين ده كذا يوم. وممكن كمان ناس تقول لك كل يوم لمده اسبوع او 5 ايام، او زي ما اتقال لي انا مثلا قرروا لمده شهر. ويا ريتني ما سمعت النصيحه، اتكسرت واتدغدغت وطلع عين اهلي. المهم ان الجنرال ده اساسا ما اسمهوش جنرال، واسمه فول بادي، واحنا اللي بنقول عليه هنا جنرال. ونظام الفول بادي ده هو نظام فعلا كويس وابعد ما يكون عن العك اللي احنا بنعمله هنا، بس برضه مش مناسب للمبتدئين قوي يعني. مفيش اي عقل في الدنيا هيقول لك اتمرن نفس العضله ونفس التمرين كل يوم وانت لسه بتبدا. العضلات هتعمل ريكفري امتى؟ غالبا من تاني او تالت يوم هتحس بوجع كبير قوي في جسمك ومش هتقدر تتحرك، لان انت جسمك مش واخد على الضغط الرهيب اللي اتحط فيه ده، ولا برضه هيعرف يعمل ريكفري كويس لان برضه لسه مش متعود على التمرين. وغالبا السيناريو اللي متعودين عليه كله ان انت هتنزل يومين 3 بسبب الوجع الرهيب، هتفتكر ان الجيم ده حاجه مؤذيه وهتبطل تروح جيم خالص. وهتبقى دي الباك جراوند بتاعتك عن الجيم، حاجه بتروحها بتتعب لك عضلاتك جدا وبدايتها صعبه جدا جدا. بس مع اسلام expect the unexpected، مش لازم لما تنزل تبدا تمارين تبدا بالجنرال. انا مش بقول انه وحش، بس مش احسن حاجه الواحد بيشق طريقه. انا عارف ان انا كسرت عادات وتقاليد كتيره جدا وممكن اطلع اتشتم، بس فكروا فيها بالعقل. هل انا عضلات عمري ما مرنتها في حياتي من الواقعي والبديهي ان انا انزل كل يوم امرنها؟
ده لو واحد متقدم شويه بيدي العضله يومين 3 ترتاح، مش هنزل امرنها كل يوم يعني. فاكر الحلقه اللي فاتت لما قلت لك ان الصدر والكتف والتراي بيعملوا سوا حركات الدفع، وان الظهر والباي والراس الخلفيه من الكتف الخلفي بيعملوا سوا حركات السحب؟ فاكر ولا ما شفتش الحلقه؟ لو ما شفتهاش ارجع شوفها بقى بعد اذنك. المهم ان في نظام اسمه بقى بوش بول ليجز. فكره النظام ده انك تمرن العضلات اللي بتشتغل سوا في نفس اليوم، يعني كتف وصدر وتراي في يوم البوش، ظهر وباي والراس الخلفيه من الكتف الخلفي في يوم البول، والرجل بشكل عام اللي هي هامسترينج وجلوتس وكوادرسبس وسمانه في يوم الليجز. ميزه النظام ده انه بيدي مساحه لجسمك انه يعمل ريكفري، لانك مش بتمرن نفس العضله كل يوم، فبتلحق تاخد نفسها وتخف من الضغط اللي انت حطيته عليها، وكمان هتديها وقتها في الراحه، وده هيقلل جدا الالم اللي انت بتحس بيه. يا جدع ده انا قسما بالله ما كنت بقدر اقلع التيشيرت بعد 3 أو 4 تمرين من الجنرال. تخيل طفل عنده 13 سنه كان بيصلي على كرسي من كتر الوجع اللي انا كنت بتوجعه بسبب المدرب اللي قال لي اقعد شهر اتمرن جنرال. ندي بقى كده مثال عن تمرين البوش بول ليجز لواحد مبتدئ لسه داخل الجيم زيك كده. هنبدا مثلا بيوم السبت اللي هو هيكون البوش داي. اول تمرينه معاك هتكون بنش بريس مستوي اللي هو الفلات بنش بريس. بعد كده هتلعب انكلاين بنش بريس، يعني بنش بريس بس عالي. بعد كده هتلعب شولدر بريسز ورفرفه جانبي، وهنختم بالبوش داون للترايسبس. كده انت مرنت الصدر كتف تراي في نفس اليوم، والثلاثه دول بيشتغلوا سوا بحركات الدفع. وعلى فكره حركات الدفع اللي هي موجوده في اليوم ده اللي هو البنش بريس والشولدر بريس، الاثنين دول اشكال من حركات الدفع، انك بتزق حاجه سواء قدامك او فوقيك. الحد بقى ممكن تاخده اجازه، او لو قدرت انزله، بس ما تجيش على نفسك لان انت هتكون تعبان من اول يوم وده طبيعي. بس لما تتمرن تاني يوم تمرين مختلف او عضلات مختلفه عن اليوم الاولاني هتحس فعلا ان انت مش تعبان التعب اللي انت كنت هتتعبه لو اتمرنت كل يوم نفس التمرين. فسواء نزلت الحد او لا، خلينا نعتبر ان الاتنين هو يوم البول داي. هتبتدي في يوم البول بسحب عالي واسع، سحب ارضي ضيق، وسحب ارضي واسع، بسبب ان عضله الظهر عضله كبيره قوي فانت عايز تستهدفها من كذا زاويه ليها. بعد كده هنخش على الريفيرس فلايز عشان نمرن الرأس الخلفية للكتف الخلفي، والبايسبس كيرلز عشان نمرن البايسبس بتاعتنا. التلات برضو نفس قصة الحد، عايز تأجزه أو مش عايز، لو قدرت تنزل أوكي، بس أنا بنصح إن أنت كمبتدئ تنزل أول أسبوع أو 2 الجيم 3 أيام في الأسبوع كفاية قوي عليك. هتسمع إشاعات عن الرجل أكتر حاجة مكروهة وأكتر حاجة صعبة، بس أنا بقولك أهو لو أنت اتمرنتها دلوقتي زي ما اتمرنت البوش والبول، رجلك هتكون شكلها حلو وقوية، مش هتحس بتعب خالص في المستقبل وانت بتمرنها. بالعكس انت هتروح تحب تمرن الرجل، وكمان الرجل هتحفزك حافز معنوي. يعني انا مثلا الناس اللي انا بمرنها بيلاقوا ان هم لما يتمرنوا رجل وبيشيلوا فيها تقيل لان هي عضله قويه، بيتحفزوا ان هم يروحوا الجيم يتمرنوا عامه، لان بيلاقوا ان هو الجيم حقق لهم هدف جواهم كده، ان هم يشيلوا حاجه تقيله، ان هم عايزين يبقوا ناس اقوياء. فاهم؟ طبعا الجيم ما بيبقاش عفياجيه، بس هو برضو الاوزان وسيله وليست غايه. بس لما تلاقي نفسك بترفع اوزان كتير بتفرح برضو، والرجل اسهل حاجه تقدر ترفع فيها اوزان. المهم يوم الرجل بقى هنتمرن ايه؟ هنبدا اول حاجه بسكواتس. مش مهم السكواتس اول يوم تكون باوزان او ببار، اصلا ممكن تلعب سكواتس من غير اي حاجه خالص وانت واقف كده. بعد كده هنخش على ليج اكستنشن والليج كيرلز، وانا برضو قلت لك يعني يستحسن يكون السيتد ليج كيرلز. بعد كده ليج بريس، وهنمرن السمانه بمثلا كاف ريزز. بعد كده هنمرن الكور لان الكور بيشتغل بشكل كبير مع الرجل، فهنتمرن مثلا باك اكستنشنز وبلانك. كل التمارين كبدايه تقدر تمرنها 3 مجاميع، ده عدد مجاميع كافي جدا للعضلات بتاعتك في الوقت الحالي. والعدات اللي هتبقى جوه المجاميع دي هتكون من 8 ل 15 عده حسب الوزن اللي انت بتلعب بيه. وانا برضو افضل ان انت في الاول تلعب في العدات اللي هي بتبقى حوالي 12 عده بوزن خفيف شويه، لان انت لسه بتتعلم التمارين وبتتعلم اسلوبها. ودلوقتي كده نقدر نقول الحمد لله على السلامه، انت كده عرفت ازاي تختار الجيم بتاعك، واخدت كمان تمرين بونص هديه يا عم اهو. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك على القناه وتشوف الحلقات اللي فاتت، وافتكر دايما اني بنقل العلم مش بخترعه. سلام.